بدأت القصة لما دق جرس الباب بالليل على الأسرة دي، وحد منهم قام يفتح. اللي فتحت كانت الابنة واسمها جينيفر. فتحت الباب بس من غير ما تبص من العين السحرية علشان تعرف مين اللي بره. جينيفر اتفاجئت لما لقت 3 رجالة لابسين أقنعة على وشهم دخلوا البيت وكتفوها بسرعة. في الوقت ده كان أبو جينيفر نايم في أوضته في الدور اللي فوق، ومامتها كانت بتتفرج على التلفزيون في أمان وسلام. الرجالة دول طلعوا الدور التاني وكتفوا الأب وأخدوه هو ومراته على البدروم، وسابوا جينيفر في البيت. كل اللي كان شاغل الأم في الوقت ده هو بنتها، فتوسلت للرجالة ال3 إنهم يعاملوها كويس. الأب والأم فكروا إن الهدف من اللي بيحصل لهم هو السرقة، لكن الموضوع كان أكبر من كده وأبعد ما يكون عن توقعاتهم. وبمجرد ما نزلوا البدروم الرجالة دول فرغوا سلاحهم في الأب والأم، وسابوا جينيفر في البيت لوحدها وهربوا. جينيفر سمعت اللي حصل في البدروم وفهمت ان مامتها وباباها ماتوا، فحاولت تفك نفسها وتتصل بالشرطة. وبصعوبة قدرت جينيفر انها تتصل بالشرطة وبلغتهم اللي حصل، فجولها البيت على طول وبدأت التحقيقات في القضية. جينيفر كانت فاكرة ان اهلها ماتوا، لكن اتفاجئت لما عرفت من الشرطة انهم لسه عايشين. نقلوا الاب للمستشفى عشان يتعالج بعد ما دخل في غيبوبة، وكان حل القضية عنده، فاضطروا انهم يصبروا لما يفوق من الغيبوبة عشان يسألوه. واول حاجه جت على بال المحققين هو ليه الرجاله دول ما خلصوش على جينيفر رغم انها شاهده عليهم. والسؤال التاني هو ان ازاي قدرت جينيفر تتصل بالشرطه وهي متكتفه. قعدوا مع جينيفر علشان يعرفوا منها ايه اللي حصل بالتفصيل في اليوم ده، فقالت انها راحت المستشفى اللي هي بتشتغل فيها، لان جينيفر كانت لسه متخرجه من كليه الصيدله، وبدات شغلها في مستشفى في المدينه بتاعتها، وبترجع من شغلها كل يوم مساء. ولما رجعت البيت دق جرس الباب، ولما راحت تفتح لقت ال3 رجالة دول وعملوا اللي حصل. لكن المحققين ما لقوش دليل على ان اللي دخلوا البيت حرامية، وكمان كلام جينيفر ما كانش ماشي مع بعضه. والأغرب ان جينيفر كانت قوية وصامدة، وبتحكي الحكاية بكل هدوء ومش متأثرة، وده مش عادي في الحالات دي. المحققين حسوا ان جينيفر مخبية عنهم حاجة، وتأكدوا من إحساسهم لما الأب فاق من الغيبوبة وراحوا ياخدوا أقواله. قعدوا مع الأب في المستشفى وقالوا له اللي قالته بنته، فاندهش جدا من كلامها لأنه ملوش علاقة بالحقيقة، لأن جينيفر ما تخرجتش من كلية الصيدلة لأنها ما نجحتش أصلا في المرحلة الجامعية، وبكده فهي مش بتشتغل في مستشفى زي ما قالت. الأب قال للمحققين ما يصدقوش كلام جينيفر أبدا، لأنها متعودة على الكذب باستمرار من صغرها. المحققين اتأكدوا من كلام الأب واكتشفوا ان كلامه صح، وفعلا جينيفر ما كملتش دراستها ولا بتشتغل أصلا. وبداية القصة الحقيقية حصلت من سنين طويلة، لما الأب والأم اتجوزوا وخلفوا جينيفر وأخ تاني ليها. الأب والأم كانوا من فيتنام وهاجروا لكندا كلاجئين، واتجوزوا هناك، وحياتهم اللي فاتت كانت صعبة جدا. نجح الأب والأم إنهم يكونوا حياة مستقرة في كندا بعد عناء ومشقة، وحطوا كل طموحهم في بنتهم جينيفر وأخوها. الأب والأم كانوا عاوزين بنتهم تتعلم تعليم راقي، فدخلوها معهد لتعليم البيانو وهي عندها 4 سنين، وبعدين دخلوها في نادي باتيناج عشان تتعلم التزحلق. كان نفسهم تبقى لاعبة أولمبية، وكانت جينيفر شاطرة جدا في التزحلق. أما بالنسبة للدراسة الابتدائية فالأب والأم سجلوها في مدرسة ممتازة، وكانت جينيفر ماشية كويس جدا في دراستها. لكن مع مرور السنين الدراسة بقت مرهقة لجينيفر، خصوصا ان أسرتها كانت عاوزاها تكون الأولى في كل حاجة. يومها كان مليان بالدراسة والرياضة ودروس تعليم البيانو، وفي نهاية اليوم كانت بتدخل تنام وهي تعبانة. استمر الحال ده لحد ما اتنقلت جينيفر للمرحلة الثانوية، وهناك اتعرفت على الحياة الاجتماعية، فبدأت تتعرف على أصحاب جداد وتروح معاهم حفلات، فمستواها الدراسي بدأ يضعف شوية بشوية. لكن كل ده كان بيحصل من ورا أهلها، لأنهم كانوا مانعينها من الحفلات والتعمق في الحياة الاجتماعية. ولما ظهرت النتيجة ما أخدتش الدرجة الأولى زي ما كان أهلها متوقعين، وكانت عارفة إنهم مش هيفوتوا الكلام ده بسهولة، فاضطرت إنها تكذب وتزور شهادتها، وفضلت تعمل كده كل سنة خصوصا بعد ما بقت تسقط. في الوقت ده اتعرفت جينيفر على شخص مش كويس اسمه دانيال وحبته، ودانيال هو اللي كان بيساعدها في تزوير الشهادة. وبعدين ظهرت النتيجة النهائية للثانوية وسقطت جينيفر فيها، وكالعادة كذبت على أهلها وقالت لهم إنها نجحت، وقالت لهم إنها هتدخل كلية الصيدلة وهتنتقل لمدينة تانية، وكان أبوها وأمها فخورين بيها.
راحت جينيفر تعيش مع صاحبها دانيال طول فترة دراستها الوهمية، وبعدها العمل الوهمي كمان. وقالت لأهلها إنها هتتطوع للشغل في مستشفى في المدينة اللي هي عايشة فيها، لكن أبوها بدأ يشك في كلامها، فراح للمستشفى اللي جينيفر قالت إنها بتشتغل فيها، واكتشف إن بنته مش بتشتغل هناك، وبعد كده عرف إنها ما اتخرجتش أصلا من الثانوي. فكانت صدمة كبيرة للأب والأم، ومن وقتها منعوا جينيفر من الخروج من البيت إلا في الضرورة بس. حست جينيفر بالخنقة من الحبسة، خصوصا إنها كانت عاوزة تخرج براحتها تقابل صاحبها دانيال. فجات لها فكرة إنها تخلص من أبوها وأمها علشان تاخد حريتها وكمان تورث، وكان نصيبها من الميراث يعدي $500,000. فعرضت الفكرة على صاحبها دانيال، فعجبته الفكرة كمان، وادالها رقم صاحبه، وصاحبه ده كان عنده خلفية إجرامية، وتم الاتفاق على الطريقة اللي هيخلصوا بيها من الأب والأم. المحققين استجوبوا جينيفر مرة تانية، وحاولوا يضغطوا عليها علشان تعترف، وقالوا لها إن شركائها اعترفوا عليها، لكن في الحقيقة محدش من شركائها اعترف. لكن دي كانت حيلة من المحققين علشان تحس جينيفر إنها متحسرة وتعترف باللي عملته. وقالوا لها إن عندهم جهاز لكشف الكذب وهيكشف لهم كذبها، والأفضل إنها تعترف بنفسها علشان تاخد حكم مخفف. لكن جينيفر كانت أستاذة في الكذب، وكانت كذبتها المرة دي فريدة من نوعها. قالت إنها كانت عاوزة تخلص من حياتها هي بعد ضغط أهلها عليها، لكن ما قدرتش، فأجرت رجالة علشان يعملوا كده. لكن لحظة التنفيذ حصل سوء فهم، وبدل ما يخلصوا عليها خلصوا على أهلها. لكن كذبتها ما استمرتش كتير، لأنهم لما استجوبوا دانيال على انفراد كانت أقواله مختلفة عن اللي قالته، وثبت الأمر في النهاية على جينيفر. استمرت محاكمتها لمدة سنة بسبب كذبها، وفي النهاية تم الحكم عليها هي وشركائها بالسجن لمدة 25 سنة. أحداث القصة كانت في كندا سنة 2010. إيه العبرة من وجهة نظرك؟